ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا توني ماهر من قناه توب 10. ده لسه اول فيديو ليا على اليوتيوب، وحابب اشارك معاكم الحاجات اللي انا بحبها في فيديوهات توب 10، يعني افضل 10. وهنبدا اول فيديو لينا على القناه باطول 10 مباني على كوكب الارض، التوب 10. المركز العاشر يا صديقي هو برج ستيك في بكين عاصمه الصين، وتم الانتهاء من انشائه سنه 2018، وبيغطي مساحه حجمها 30 هكتار. والبرج ده يا صديقي طوله 527 متر، وعدد الطوابق 109. المركز التاسع يا صديقي هو برج أوستانكينو في موسكو عاصمة روسيا. البرج دوت افتتاحه كان سنة 1968، وبيغطي مساحة 15,000 متر مربع. وطول البرج 540 متر، وعدد الطوابق 120. وهو واحد من أشهر الأبراج في روسيا، وهو أيقونة معمارية فريدة من نوعها في العالم، وهو معلم ومزار سياحي وقاعة للحفلات الموسيقية. المركز الثامن يا صديقي هو مركز التجارة العالمي في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. البرج دوت تم إنشاؤه عام 2014، وطوله 541 متر، والبرج فيه 94 طابق، ومساحته حوالي 325 ألف متر مربع. المركز السابع يا صديقي برج لوت العالمي في سيول عاصمة كوريا الجنوبية، وتم إنشاء البرج عام 2017، وطول البرج حوالي 554 متر، والبرج فيه 123 طابق، واحد اتنين تلاتة. وأعلى 10 طوابق في البرج في الاستخدام العام والترفيه، لأنه في منصة مراقبة وكافيه على سطح البرج. المركز السادس هو مركز بنجآن المائي في مدينة شنزين الصينية، وتم إنشاؤه سنة 2017. وارتفاع البرج 599 متر، وعدد الطوابق 115 طابق. ومعانا المركز الخامس برج الساعة الملكي في مكة في السعودية، وتم إنشاء البرج سنة 2012، وطول البرج 601 متر، والبرج فيه 120 طابق، وهو قريب جدا من المسجد الحرام. المركز الرابع معانا برج شنغهاي في مدينة شنغهاي في الصين، وتم الانتهاء من بناء البرج سنة 2015، ولكن الافتتاحية بتاعت البرج كانت سنة 2014 قبلها بسنة. وطوله 632 متر، وعدد الطوابق 128 جيجا، 128 طابق. واكتر حاجه بتميز برج شنغهاي هو انه فيه في البرج من فوق 200 توربينه رياح، وبتنتج حوالي 10% من الكهرباء المستهلكه في المبنى. قبل ما نقول اطول 3 مباني يا صديقي، لو وصلت معانا للسنه دي في الفيديو والفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه، عشان احنا لسه في الاول ومحتاجين دعمكم جدا عشان نعرف نكمل. نخش على المركز الثالث، ومعانا المركز الثالث هو برج ميرديكا 118. يا رب بس يكون منطقه صح. والبرج دوت موجود في كوالالمبور عاصمة ماليزيا، وافتتاحه كان سنة 2023. وطول البرج 678 متر، وعدد الطوابق 118، عشان كده سموه ميرديكا 118. وده المبنى الأطول في ماليزيا وجنوب شرق آسيا. والمركز الثاني هو برج عزيزي للتطوير العقاري في دبي في الإمارات العربية المتحدة. البرج دوت في الحقيقة هو لسه تحت الإنشاء، ولكن طوله 725 متر، وعدد الطوابق 131 طابق، ومن المتوقع افتتاحه رسمي يبقى سنة 2028. عايزكم تعملوا ستوب على الفيديو دلوقتي، وتكتبوا لي في الكومنتات مين هو أطول برج في العالم. وطبعا سؤال بديهي جدا يعني، بس ممكن تبقى في ناس ما تعرفش. كتبت في الكومنتات. طبعا يا صديقي معروف مين هو أطول برج في العالم. هو البرج الأشهر والأطول والكسبان معانا في الفيديو هو برج خليفة. تم إنشاء برج خليفة سنة 2010، وارتفاعه 828 متر، وهو أطول برج في العالم وأطول طابق سكني في العالم. وكده يا صديقي المركز الأول والثاني في الإمارات وفي دبي بالتحديد. شوفتك يا لسه عملتش لايك، حط لايك واشترك في القناة، واكتب لنا في الكومنتات عايزين نعمل لكم فيديو عن إيه الفيديو الجاي. وإن شاء الله هننزل حلقة كل أسبوع، وإن شاء الله هتكون كل يوم حد. شكرا يا صديقي على وقتك الغالي. سلام.